السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ ماما أمل يرحب بمتابعينا الكرام بكل مكان، ويتمنى لهم الصحة والسلامة. راح يقدم لكم اليوم كعك شاي بشكل وطعم ولا أروع. أتمنى تسوونه وتاكلونه بألف ألف عافية. للتحضير راح نكسر بيضة واحدة بصحن التحضير، ونضيف لها 100 غرام من الزبدة اللي المفروض تكون بدرجة حرارة الغرفة، أو ممكن أن نضيف نصف قالب زبدة، ونضيف نص كوب من الزيت النباتي، وظرف فانيلا واحد. نخلط كل المواد بالمضرب اليدوي، أو ممكن أن نستخدم المضرب الكهربائي إلى أن نحصل على قوام يشبه الكريمة. وهنا ممكن أنه نستبدل الزبدة بالسمن أو الدهن النباتي، ومثل ما متوفر عندكم. الهدف من الطبخ هو استخدام الأشياء المتوفرة بالبيت دون الحاجة إلى أو اللجوء إلى شراء مواد من السوق. وبعد أن حصلنا على هذا القوام راح نضيف الطحين اللي هو كوبين إلى كوبين ونص، ونص كوب من النشا، ونصف كوب من السكر، أو ممكن تضيفون السكر الكمية اللي تعجبكم حسب رغبتكم. وظرفين من البيكنج باودر، وزن كل ظرف منها 5 غرام. ونعجن هذه المواد كلها إلى أن نحصل على عجينة لينة. والعجينة حتكون لينة وناعمة وسهلة التشكيل. تأخذ فترة العجن تقريبا 5 دقائق حتى نحصل على هذه العجينة. سويت هذا النوع من الكعك بيوم ميلاد بنتي الله يعود عليها بالسلامة، وهذا النوع من الكعك سميناه بالكعك الحلزوني، وعجب الحاضرين وطلبوا مني أن أقدمه على قناتي، وصارت فرصة أنه أصوره وأقدمه لمتابعيني الكرام. وبعد أن صارت عجينتنا بهذا الشكل راح نحفظها بالثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعدها راح نطلعها ونفرغها على سطح العمل. راح أقسمها إلى قسمين متساويين. ناخذ الجزء ونحفظه على جانب، وناخذ الجزء الثاني. نضيف ملعقتين كاكاو، أو ممكن نضيف وياها ملعقة صغيرة من القهوة السريعة الذوبان لإضافة النكهات بالعجينة. نعجن العجينة بشكل جيد إلى أن نحصل على هذه العجينة الحلوة والطرية. نقطع قطع صغيرة من العجين الأبيض عدد 3، ويقابلها 3 قطع من عجين الكاكاو، لكن تكون متساوية بالحجم. ممكن هنا أن نستعين بأحد الموجودين بالبيت بهذه المرحلة حتى ما تيبس العجينة ويكون الإنجاز أسرع، وأكيد المشاركة حلوة. نرتب العجين بالتناوب، ناخذ قطعة من العجين بالكاكاو ومن العجين الأبيض، ونرتبها بهذا الشكل اللي أمامكم. نجمعها على شكل كرة، وبحركة دائرية للعجينة. تكون الحركة بطيئة وهادئة لأن العجينة لينة جدا، وحتى نحافظ على الشكل اللي نريده. راح نحصل بعد هذه الحركة البسيطة على هذا الشكل الحلو، وهذا الشكل الحلزوني الحلو. راح نكرر نفس الطريقة مع كل كعكة إلى أن نخلص كل العجينة. بالنسبة للكعك، على ربة البيت أن تهتم بشكل الكعكات اللي تسويها،
لأن أحيانًا نستخدم نفس المواد بعمل الكعك، لذلك لازم يكون الشكل مختلف حتى يجذب النظر ويخلي الأولاد متشوقين أكل الكعك. نحط الكعكات بصينية الفرن على ورق زبدة، ونحطها بالفرن اللي المفروض نكون محمينه مسبقًا على درجة 180 درجة لمدة 15 دقيقة فقط. وهذا الشكل النهائي. أتمنى يكون الفيديو مالت اليوم عجبكم وتسوونه وتاكلونه بألف ألف عافية، وأكيد ما راح تنسونا من الاشتراك واللايك حتى تكبر قناتنا بيكم. اكتبوا رأيكم بالتعليقات باللي قدمته اليوم. أتمنى يكون عجبكم. قدموا لنا مقترحاتكم وشنو تحبون تشوفونه من قناة مطبخ ماما أمل. نلتقيكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله. مع السلامة.